بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده كيكه البرتقال العاديه اللي احنا كلنا متعودين عليها. هنحط 3 بيضات. انا عامله ضعف الكميه عشان أنا كنت عامله صينيه كبيره، بس انا هقول لكم المقادير المظبوطه لنص الكميه دي. تحط في صينيه اقل شويه، تحط في صينيه مثلا مقاسها 26 او 24 ويبقى ارتفاعها كويس. 3 بيضات، كوبايه وربع سكر. 3 بيضات، كوبايه وربع سكر، كوبايه الا ربع زيت، ورشه فانيليا ومعلقه خل. هنحط الاول السكر مع السكر مع البيض في الخلاط، مع رشه الخل، مع رشه فانيليا. ورشه الخل هنا بنحطها عشان تقلل زفرة البيض شويه. ونحط رشه فانيليا، سواء فانيليا سايله او فانيليا بودر، مش هتفرق يعني. مش الفانيليا البودر، مش الفانيليا السايله اللي تخليها حلوه يعني. وهنضربها كويس في الخلاط لحد ما السكر يختفي تماما ويبقى الخليط لونه فاتح. هننزل بقى بيه هننزل على الخليط اللي في الخلاط بالزيت، اللي هي كوبايه الا ربع زيت. انا هنا عامله كوبايه ونص، اللي هو ضعف الكميه، كوبايه الا ربع زيت. ونضربهم في الخلاط تاني كويس. وبعدين ننزل بقى بعصير البرتقال. بس انا ما كانش عندي برتقال، فعملت جبت اللي هو الكيس بتاع الفانيليا البرتقال ده، حلو حلو تحفه. وحطيته في كوبايه الميه ودوبته، كان طعمها حلو وريحتها حلو. هنا بقى الدقيق، هننخل الدقيق. انا ممكن انخل الدقيق مرتين للكيك عشان بيخليها هشه. كل ما تنخليه كل ما بيبقى هشه اكتر. 2 كوبايتين ونص دقيق، عليهم معلقتين نشا، عليهم نص معلقه بيكنج باودر. كوبايتين ونص دقيق هننخلهم كويس عشان دقيق سايب، فانا لازم انخله لازم. عليهم معلقتين نشا، عليهم معلقتين نص معلقه بيكنج باودر. ده الخليط الجاف على بعضه اهو. وهنحط عليهم سنه ملح، سنه صغيره ملح. ودي لازم، سنه الملح دي لازم نحطها في كل الحلويات. هحاول بس ما نبهدلش المكان، يعني انا بقلب كده عشان الدنيا ما تتبهدلش اوي. احنا كده هننخل الدقيق ونحط النشا والبيكنج باودر والملح على بعض، نقلبهم على بعض كويس. وبعدين ننزل على الخليط السائل اللي احنا عملناه في الخلاط، اللي هو 3 بيضات، كوبايه وربع سكر، كوبايه الا ربع زيت، الفانيليا ورشه الخل. ضربوا مع بعض في الخلاط كويس. هننزل عليهم بقى ب2 كوبايتين ونص دقيق، ومعلقتين نشا، كمان ونص معلقه بيكنج باودر، بس فقط لا غير. بيبقى كده الخليط اتعمل. هنقلبهم في بعض كويس. وبعدين نحطها في الصينيه وبتبقى مبطنه، يعني ارضيه الصينيه من تحت مدهونه زبده او سمنه او زيت، ومعفرينها بالدقيق كويس. بس الارضيه بس مش الجوانب. لما نيجي نعفر الارضيه بس مش الجوانب، لان انت لو عفرت الجوانب الكيكه هتلم منك من الجوانب. احنا مش عايزينها تلم، عايزينها تبقى واخده راحتها. دي النشا هنخلها احتياطي برضو، وحتى لو بعمل كاكاو بنخله برضو. ساعات بيبقى فيهم تكتلات كده او حاجه خصوصا ان هي سايبه. النشا كانت سايبه برضو، ما كانتش معلبه. ده البيكنج باودر المفروض عايزين نص معلقه، بس انا عامله الضعف، هاخد معلقه، نص معلقه بيكنج باودر اي نوع. ندوبهم في بعض كويس، النشا مع الدقيق مع سنه الملح اهي، النشا والدقيق وسنه الملح والبيكنج باودر. هنقلبهم في بعض كويس وننزل بيهم على الخليط. هننزل الخليط اللي في الخليط ده في طبق تاني، وننزل عليهم واحده واحده، منحطش الدقيق كله مره واحده، ونقلب براحتنا خالص. الكيكه دي بتبقى قوامها تقيل شويه، بس في الاخر بتبقى تحفه، يعني بعد ما تستوي بتبقى جميله. في بعض الكيكات لما بنيجي نعملها بيبقى المفروض قوامها يبقى خفيف، دي قوامها الصح بيبقى تقيل سنه. ده كل الخليط اللي احنا حطيناه، اللي هو 3 بيضات وكوبايه وربع سكر وكوبايه الا ربع زيت وفانيليا ومعلقه الخل. هننزل بالدقيق على 3 مراحل او 4، ونقلب كويس بالمضرب بالويسك عادي. كان ممكن نعملها في العجان، بس
يعني عادي احنا ممكن نعمل اي كيكة في الخلاط عادي، الموضوع مش صعب يعني. أنا كنت بضرب بعنف. هنقلبها كويس خالص لحد ما نحس ان الخليط مفيش فيه كتل، مفيش فيه تكتلات كده، كله اتضرب في بعض. عادي اتكسر ولا كأن حصل حاجة، هنكمل عادي. نقلب كويس وبعدين نصبها في الصينية بقى المتعفرة، مدهونة زبدة ومتعفرة دقيق، عفرها برضو من تحت الجناب، ما حطيتش فيها حاجة. كده تمام، الصينية تمام. انا عملت مقاس الصينية الكبيرة، ضاعفت كل الكمية اللي انا عاملاها دي، عشان كده الصينية الكبيرة. لو انت هتعملي الكمية دي حطها في الصينية مقاس 24 او 26 بالكتير. المفروض كانت تتعمل بخلة، انا ما كانش عندي خلة اللي هي بتاعت الشيش طاووق ده، ما كانش عندي، فدي كانت خلة بتاعت الفواكه دي، فعملت بيها الحمد لله اللي هي قضت الغرض يعني. وبعدين بنخبطها كده خبطتين 3 4 وكويس على حاجة عشان تطلع الهواء اللي فيها، وندخلها على الفرن. المفروض انا اصلا اول ما بدأت كنت مشغلة الفرن عشان الكيكة لازم تدخل في فرن سخن، فانا اول ما بدأت قبل ما اجي عند الخلاط شغلت الفرن على طول، بقوم مدخلاها في الفرن، بفتح عليها بعد تلت ساعة اشوفها واطمن كويسة ولا لا، وبعدين احط حاجة اختبرها